هاد السيده هادي كانت خدمات مع الامارات، وبن كيران كيعرفها. بن كيران كيعرف كاع الناس اللي داو فلوس الاماراتيين في الوقت اللي كانوا كيتضربوا الاسلاميين في 2016. والمخزن اللي هي تتقول لك تدافع على اماره المؤمنين وكتدافع على الملكيه من الصهاينه المغرب، الملك محمد السادس دافع عن الاسلاميين من التدخل الاماراتي في المغرب ومنها ومن امثالها. فهمتي الفكره؟ الملك محمد السادس رفض تدخل الاماراتيين في المغرب وحامى على الاسلاميين 2016 في 2016 انتخابات 2016 ملي كان بن كيران. انا في 2003 كنت باقا صغيره ما كنت كنعرف والو، خلينا نكمل الله يرحم لك الوالدين. في 2016 الانتخابات ديال 2016 ملي كان غيعاود يطلع بن كيران، كانوا الاماراتيين تدخلوا من الربيع العربي باش يمنعوا صعود الاسلاميين. هما تدخلوا باش طيحوا مرسي في مصر، تدخلوا باش يحيدوا الاخوان من تونس، بغاو يتدخلوا باش يحيدوا الاخوان لا يطلعوا في ليبيا، وكانوا الاولين يتدخلوا في المغرب. ومع العلاقه ديال القرابه الاسريه والعائليه وديال الصداقه اللي بين الملك وامراء الامارات، ومنعوا وقعت ازمه دبلوماسيه بين المغرب والامارات بسبب حمايه الملك محمد السادس لاسلاميي المغرب وللمسار الديمقراطي والانتخابات المغربيه، ورفض ان فلوس الامارات يتخدموا في انتخابات 2016. ويعني الملك حمى المغرب منها ومن امثالها، وبن كيران عارف. بصح ما خلاوش بن كيران يطلعوا وداروا له البلوكاج، ولكن العداله والتنميه بقاو حتى الانتخابات مؤخرا. من بعد منين الاماراتيين عرفوا بانها هي غير بروباغانديست، غير كتكذب وما عندها حتى شي تاثير على الراي العام المغربي، ودات الفلوس ولا بغات تدعيني تمشي تدعيني، مشات خدمات مع اسرائيل ولات الدور ديالها وسميتها عند الموساد الاسرائيلي شاكو، تعيطوا ليها باسم حركي. وجات عندي الله يخليك حيت انا تظلمت وكليت الدق وكليت العصا، و5 سنين وانا كناكل العصا وكنشوف السيده خارجه كتدافع على فلسطين وما فهمت والو. المخ ديالي وقف، بديت كنقول واش حنا في هذوك السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، واش حنا في هذوك السنوات الخداعات اللي صهيونيه عامله الموساد خارجه كتدافع على فلسطين؟ انا هاد السيده هادي اللي تنشوف انا ولينا في هاد السنوات الخداعات اللي عامله ديال الموساد جاي كتدافع على فلسطين وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله حيت فقدات صفقه. انا كليت فيها الدق حميد، حتى شي واحد ما عارف انا هاد ال5 سنين كيدوزتها. لا شنو ديرتي؟ انا تضغطت بزاف وعمري ما قلت هادشي لشي واحد. ملي ما بغيتش نمشي معاها وبلوكيتها ما بقيتش كنجاوبها، تنشوف الدق كيجيني من كل طريق، كنشوف هذاك التحفه اللي انا ما تنعرفش. انا غنسمي وانت وبرئك من كل شيء. لا خرج وجبدني بالاسم وتيقول هذيك كنعرفها. انا فين كنعرفو؟ انا ما تنعرفوش، ما عمري ما جبدتو، ما عمري ما هضرت عليه، ماشي مستوايا، ماشي نفس المواضيع اللي كنناقش. هو كيناقش دنيا باطمه وحمزه مون بيبي وداكشي، وما عمري عرفتو قبل ما يهضر عليا حتى نصيفطو لي الفيديو ديالو في واتساب. صافي خلينا واخا كمل. لا نكمل لان هي اللي دارت هادشي، هي اللي سولتيني شنو دارت لك. انا ماشي ضد، انا غير داك اللي غتجبديهم خصهم حتى هما حق الرد، خصهم يردوا راهم تيعرفوا يردوا، راهم بلطجيه وكيعرفوا يردوا على راسهم. خرجاتو خلصاتو وخرج تيقول هذيك بيسه مصاحبه مع فؤاد علي الهمه، مصاحبه مع الشرعي، تدور عند عباد الله وتتقول لهم عيطات ليا ميسه وهي كانت كتبغي الشرعي وكتبغي الهمه ومجندها الحموشي ومجندها العنيقري، وتتشوه لي السمعه ديالي بواحد الطريقه ديال القتل المعنوي والتشهير والترهيب. هذيك هي لا ميثود ديالها حميد، هذيك لا ميثود ديالها، هذيك هي الطريقه باش مدربينها الموصد وباش هي خدامه. وجات دارتها عندك في هذا البرنامج، دخلات ودهشرت عباد الله بالمعلومات اللي محفظينها. واش كاين شي حد هو خبير في القوى الناعمه؟ واش عباد الله هذه خبره هذه تتقال؟ عمركم في حياتكم الصحفيين المغاربه اللي كيكتب كان ناطقا بالعربيه والفرنكوفونيين والوزراء والبرلمانيين ومستشاري الملك وكبار خدام الدوله والامنيين، عمركم في الحياه سمعتوا شي حد خبير في الخدمات العسكريه والقوى الناعمه؟
حتى شنو هاد الشيء هذا؟ وخبيره في الزبور والتلمود والانجيل والتوراه، وخبيره في العقليه الاسرائيليه وفك شيفارات الراي العام الاسرائيلي، وخبيره قاريه في جامعه سيدنا سليمان مع الجن الغواص. حتى في القريه هذه شنو ديبلوم عندها شركه لا كومونيكاسيون كتبزنس بها على عباد الله، واللي ما بغاش يمشي معاه لاسرائيل وما بغاش يتجند كدير ليه القتل المعنوي. من بعد ما جات عندك دارت معاك لا ميثود اللي دارت ليا انا، دهشرت المغاربه بالمعلومات ومشات لاباج ديال هذا الفيسبوك وقالت للمغاربه انا غادي نجندكم حرفيا، غندرب شنو سمات طير الابابيل، صيفطوا لي السيفيات ديالكم وغنجندكم على التضليل الاعلامي حرفيا. كاتباها نواغ سوغ بلان في لاباج ديال الفيسبوك. هادشي انا ما جبتوش من راسي، مكتوب، دخلوا البروفيل ديالها تقراو. مور ما جات عندك ودهشرات الناس ودخلوا عندها كيقولوا لها برافو عليك كتحاربي الصهاينه، قالت لهم صيفطوا لي السيفيات ديالكم نجندكم للتضليل الاعلامي، مدربينها انك الا مشيتيش معاها لاسرائيل تتقتلك معنويا بالتشهير. ومخرجه ليا واحد اخر تيقول ميسه مجندها العنيقري. شكون هو العنيقري؟ انا ما عرفتوش حتى بديت كنسول الزملاء ديالي تنقول لهم شكون هو، قالوا لي هو اللي قبل الحموشي. قلت لهم انا ملي بديت كنكتب كنعرف غير الحموشي، ما تنعرفش انا شكون كان قبل منه. علاش ما قالتش جندها الحموشي؟ خافت منه، فهمتي كيفاش؟ يعني خفتي تلصقيني ليه ويقول لك كيفاش انا ميسه ما تنعرفها ما تعرفني، لصقتيني في شي واحد قبل منه مات. يعني 5 سنين. السي حميد علاش انا جيت عندك اليوم؟ انا كان ممكن ندير فيديو ديالي ونخرج لاباج ديالي الفيسبوك ونهضر، ولكن لان انا عرفت غادي سؤال غيسولوا البعض. مثلا هاد السيده دارت الحوار عندنا مثلا هذه شي 15 يوم، لا انت ولا بعض الاخوه اللي خرجوا كياتاكي؟ لا ما اتاكيتهاش. لا علاش دابا بالضبط؟ لان 15 يوم علاش في الاول الا كان موقف منها نهار خرج الفيديو ولا غدا ولا بعدو؟ علاش تسنيتي؟ انا ما نساش حتى الفيديو ديالها خدا مشاهدات. لا انا بديت كنعيط للناس اللي كنعرف نخرج عندهم حوار، راه عيطت لرمضاني وعيطت لك وما بقيت كنقلب على الناس ديال التليفون. لا ماشي خاف، قال لي غادي يسحبهم انت معانا في المجموعه لانه هما هي محاربه معاهم. عند رمضاني غيبان غادي يسحبوا معانا، وهي داكشي اللي ديما لصقات انني انا خدامه مع الهمه وخدامه مع الشرعي وخدامه مع الحموشي. قالوا لك المهداوي افضل؟ لا ما قالوا لي والو، انا ما قلتلهمش غنجي ما قلتليش انا غنجي برمضاني ولا لا ما بديتش برمضاني، بديت بواحد الشخص ما نقدرش نقولوا لك في شي قناه. شنو قال لك؟ قال لي ما قال لي والو، قالت يقولوا لي مرحبا، غادي يعطيوني واحد الموعد. قال لي مرحبا غير وكان انا خفت عليك ميسه لان انا مضارب معاها وغايقولوا انت معنا في المجموعه، وهي داكشي اللي باغا تلصق. هي ديما باغا تلصقني ليهم وباغا تلصقني للمخابرات وباغا تلصقني فلان. هو راس الغرايب هو اللي غادي ابدا. انت حبيبي وصاحبي وخويا وغير عيطت لك وحنا مدابزين وقلتي لي اهلا اختي ميسه كي دايره لاباس. قلت شتي الحقد ما كاينش.